أهلا وسهلا بكم متابعي الكرام إلى حلقة جديدة وفي نفس الموضوع. ليس من السهل أن تدخل الفرحة إلى قلوب الملايين من العرب والمسلمين عبر أنحاء العالم المختلفة. يجب أن تكون مغربيا تنتمي إلى هذه الأمة العظيمة حتى تنال هذا الشرف. ليس من السهل أن تبكي كريستيانو رونالدو. قيل إن كرواتيا قوية وقلنا أننا نستطيع وفعلوا فعلا، وقيل إن كندا أقوى وقلنا إن الإرادة أقوى، فكانت النتيجة أن كانت الإرادة المغربية أقوى. ثم جاءت أسبانيا وقالوا إنها ملكة الكرة وأنها المتربعة على عرش الكرة، وقلنا لهم أسود الأطلس سينزلونهم من على العرش، وبحمد الله فعلوا. وقالوا بأن البرتغال لهم لاعب يصعب مواجهته وهو كريستيانو رونالدو، وقالوا بأنه أحسن لاعب في العالم، فأبكاه أسود الأطلس. كريستيانو رونالدو يبكي من الهزيمة، لكنهم يا سادة أبناء هذا الوطن الصغير المغرب والكبير الوطن العربي والإسلامي، ليس من السهل أن تبارك لك مباشرة بعد الفوز على البرتغال العديد من الشخصيات العالمية. فمباشرة بعد إعلان الفوز على البرتغال بعض التويتات التي صدرت عن بعض المسؤولين سواء الغربيين أو العرب والمسلمين، يقول المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لا يصدق، لكن في نفس الوقت يمكن تصديقه للغاية، لأنه في كل السنوات التي عرفت فيها المغرب والمغاربة لم يتوقفوا يوما عن مفاجأة ديما المغرب. وفي تدوينة للشيخ محمد بن راشد يقول: لا صوت يعلو على صوت المغرب في كأس العالم، مبروك لكل العرب تحقيق الحلم العربي على يد أسود المغرب. وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي يقول: ويستمر أسود الأطلس في اقتحام غير مسبوق، فرح المغرب هو فرح الأردن. ثم تأتي تدوينة أخرى من رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني يقول: نشاطر الفرحة أشقائنا في المغرب الشقيق، تألق منتخبها الذي كتب التاريخ بتأهله إلى المربع الذهبي كأول بلد عربي وأفريقي يصل إلى هذه المرحلة من بطولة كأس العالم. أثبت الشباب المغربي اليوم أن النجاح يتحقق بالإصرار والتكاتف والعمل ضمن الفريق الواحد. كل هذه التهاني من مسؤولين، وهناك المزيد، لكن نكتفي بهذه التدوينات.